وحش. ايوه وحش. زي ما حضراتكم كده شايفين جمال يا جماعه الحديقه، بجد حاجه تحفه تحفه بجد. اي حد يا جماعه لسه ما جاش بعد التجديدات هينسى حاجات كتير، يعني في حاجات كتيره قوي قوي اتغيرت، بقت حاجات حلوه قوي. في تغيير في الحديقه، ما كانش فيه الكلام ده اول. غابه كده لوحديها، عاملين لهم غابه ساحه يجروا فيها يعني. وحش. بص هنا. تعال تعال. وحش. الزوج يا جماعه دي تصطاد وهو ياكل من الاخر. حد عنده علم يا جماعه ان الاسد يعني سبحان الله عشان يعاشر زوجته لازم اسود يتخانقوا مع بعض ويعملوا معركه، واللي يفوز هو اللي يكون زوجها. يعني تقوم مع كميه اسود، سيبك بقى من اللي هم مع بعضهم دول كده كده معروف، لكن كطبيعه في الغابه لازم الاسود تتعارك مع بعضها الاول على اللي يتجوز اللبوه، يعني زي ما بيقولوا الزوجة الاسد، يعني هي اللي بتختار اللي هو بيفوز بالمعركه. اللي يفوز بالمعركه هو اللي بيتجوزها. سبحان الله يعني. سن البلوغ بقى بتاعهم يعني الذكر بيتراوح مثلا من سنتين، من يعني 18 شهر مثلا، والانثى برضو من 15 شهر برضو 16 شهر كده سن البلوغ. شايفين يا جماعه حلاوه والجمال. الله 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 الله. تجديدات عملوها وظبطوها تمام. عايز تهاجم ولا ايه؟ هات تعال. ايوه وحش. وحش الغابة. ايوه يا وحش. الله على جمال الحديقة. لا روقوا عليها بصراحة، روقوا الترويق وعملوا غابة للأسود. كانت الأول محبوسة في مكان مغلق كده لوحده، ده دلوقتي الحيوانات بتحب تتنفس برضه وتتهوى. ده بقى بالليل هنا بيباتوا هنا. ايوه يا وحش. الوحش. الوحش الكاسر. ايوه ممنوع حد يا جماعه يحط عليهم ميه في الدنيا لما يكون الدنيا حر. لو رميت على وشه ميه غلط على الاسد. في ناس بتاخدها انها هزار وبتاع، لا ده حاجه غلط. غلط على الانسان، على الاسد اسف انسان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهارده فيديو جديد من عند حيوان لاما يا جماعة، والغزال جنب اهو دي. تمام، شايفين اهو، دي غزالة صغيرة حاجة شبه الغزال كده، دي غزالة صغيرة. تمام، ودي حيوان لاما. اعملوا لنا لايكات يا جماعة، شيروا الفيديو يا جماعة عشان القناة تدعم اكتر واقوى، ويصير فيه تفاعل عشان تدينا الطاقة والحماس ان احنا نعمل فيديوهات اكتر واحلى. تمام، دي حديقة. تمام، هنا مغلق عليهم. تمام، ده نوع غزال بقى بس من نوع تاني. تمام، بس ده منعزل عنهم، دي الأوضة بتاعتهم اللي بيناموا فيها حاجة جميلة يا جماعة بصراحة يعني. هنا برضه اهو صوت الأسد، جهال الأسد اهو. تعال، ده جهال الأسد، ده اللي سامعين الصوت ده صوت الأسد. تمام، شايفين الجمال يا جماعة، حيوانات أليفة اهي، حيوان لاما. ده يا جماعة متوسط العمر بتاعه من 3 سنين ل5. سن البلوغ سن يكون عنده 2 سنين. تمام، بلد الأصل أفريقيا، أمريكا الجنوبية. هنا اهو زي ما انتم شايفين، داخلين دلوقتي على التيز ده. تمام، الكبش طبعا ده مش بلدي طبعا اكيد، وده كبش صغير بس انواع مختلفه يعني، مش زي الكبش اللي عندنا يعني، لا حاجات مختلفه طبعا. يلا لايك بقى يا جماعه، قناه الشبح بتمسي على كل الناس اللي بتتابعنا على القناه. اي حد يا جماعه ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان كل فيديوهاتنا تعجبكم باذن الله، ويكون في دعم اكتر والجمهور يكتر معانا، وان شاء الله باذن الله يبقى في يعني فيديوهات احلى وتعجبكم باذن الله. بس يا ريت يعني اي حد ما اشتركش في القناه يا جماعه يا ريت تدعمنا عشان نعرف نقدر ونعمل يعني احلى من كده كمان، وفيديوهات اقوى تدوني حماس اكتر وهكذا يعني. هنا برضه اهو زي ما انت شايف برضه الحديقه دي يا جماعه قرون ايه يا جماعه، شايفين قرون. الله 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 الله. ده حيوان اسمه ابو حراب يا جماعه اهو، زي ما حضرتك شايف حيوان اسمه ابو حراب. تمام، الناس اللي بتسأل ده نوع مش الغزال، احسن حد يقول لك ده غزال، لا ده اسمه ابو حراب، ملوش علاقه بالغزال خالص، هو شبه بس. تمام، دي هنا بقى النعامه الشرسه، نعامه شرسه تضرب وتهاجم وتعمل كل حاجه، متفكرش ان هي هاديه يعني، لا بتهاجم وتضرب وكل حاجه. ده طير بقى اسمه ايميو، شبه النعام برضو. تمام، وادي النعامه اهي جوه قفص مقفول عليها عشان برضو بتعض، برضو بتضرب بمنقارها. ادي يا جماعه اهو زي ما حضراتكم شايفين الجمال والحلاوه. اهو ده المكان اللي بيباتوا فيه. تمام، وهنا برضو المكان اللي بيبات فيه النعامة.
جوه هنا. ودي فراخ كده بتلعب معاهم كده لعب، بيهزروا بيلعبوا مع بعض. ندخل على طيور